السلام عليكم. السلام عليكم أينما تواجدتم وأينما كنتم. رحلت عن دنيانا المشجعة الزملكاوية الأصيلة الحاجة نادية، واسمها الحقيقي مدام دولة جعفر. ست يا جماعة من أنقى وأطيب القلوب اللي ممكن الإنسان يكون شافها في حياته. كانت بتحب نادي الزمالك بجد، كان حب نادر وصادق من غير ما يكون فيه أي مقابل. كانت بتهتف دايما للكيان وقلبها كلته مليان امل، وبتفرح باي انتصار كانه يوم عيد. انا شفت الحاجات دي بعيني، شفت قد ايه مصدر السعاده كان للست البسيطه دي كان هو نادي الزمالك وفوز نادي الزمالك في اي مباراه. وكانت بتزعل قوي قوي الهزيمه كانها خسرت حد من اهلها اللي بجد هم فعلا ست حقيقي ربنا كتب عليها ان هي ما يكونش لها حد غير يعني زوجها توفى من زمان، ما عندهاش اولاد. كانت اسرتها وكانت عيلتها كلها فعلا هو نادي الزمالك وحب نادي الزمالك. دولة جعفر مش مجرد مشجعة عادية، او الحاجة نادية جعفر الزملكاوية او كبيرة مشجعات الزملكاوية. ما كانتش مجرد مشجعة بجد، دي كانت قصة حب حقيقية لنادي الزمالك، لنادي بيجري في دمها. يعني قصة ست بسيطة جدا لكن قلبها كبير قوي قوي قوي. كانت شايفة في الزمالك الفرحة اللي بتعيش عليها، ربنا يرحمها ويصبرها. وحبها للناس وللنادي يجعله دايما في ميزان حسناتها، لانها كانت ست بسيطه من ابسط ما يكون. نتمنى ان ربنا يجعل قبرها نور وطمأنينة ورحمه، ويجعلها من اهل الجنه ومن سكانها. رسالتي الاخيره لجماهير نادي الزمالك العاشقه للكيان والمحبه ولاداره نادي الزمالك ولكل سوشيال ميديا نادي الزمالك ولكل صناع محتوى نادي الزمالك. الفيديو ده يا جماعه لازم بجد لاول مره في حياتي اقول ان انا محتاج الفيديو ده ينتشر والناس كلها تشوفه. لازم يوصل لمجلس اداره نادي الزمالك، لان الحاجه ناديه او الحاجه دوله جعفر كانت فعلا من اوفى المشجعين. ظروفها الماديه يا جماعه كانت صعبه جدا جدا جدا. اسرتها ممكن تكون محتاجه دعم ومحتاجه معامله تليق بواحده بجد حبت وعاشت على حب نادي الكيان وماتت عليه بكل اخلاص. واحنا كجمهور يعني دايما المفروض نبقى في الامور اللي زي دي نبقى متكاتفين. يعني المفروض ما نسيبش اولادنا او ما نسيبش اخواتنا او ما نسيبش امهاتنا او ما نسيبش ابهاتنا اللي هم بجد حبوا نادي الزمالك حقيقي، مش مجرد بس ان هو كان حب مصلحه اللي زي ناس كتيره جدا 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 ممكن تكون موجوده. عاوزكم تشوفوا الفيديو ده فعلا في كل مكان وفي كل سوشيال ميديا نادي الزمالك وفي كل جروبات نادي الزمالك، عشان بجد نفسنا الصوت بتاعنا يوصل. عايزين نخلي قصه نادية جعفر او دوله جعفر تكون بجد سبب ان النادي يقف جنب اسرته. العزاء المفروض ان هيكون في مسجد النهارده في مسجد المصطفى اللي بجوار ميدان المطريه. رحم الله المشجعه الزملكاويه الاصيله نادية جعفر والهمها جنان رب العالمين، والهم ذويها الصبر والسلوان. تحياتي.